حبايب قلبي اللي في الامارات اللي رايحه تتجوز، قبل ما تتجوز وانت موجود في الامارات في تحاليل لازم تعملها قبل ما تخش مشروع الجواز، وقبل ما تعمل ليله الدخله والفرح والكلام ده كله في تحاليل لازم تعملها. التحاليل ديت اللي هيقولنا عليها الدكتور احمد. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك. ايه بقى التحاليل يا دكتور اللي المفروض بقى ايه العريس يعملها بما ان احنا في الامارات لازم يعملها قبل ما يتجوز؟ سريعا كده، مهم جدا نبقى عارفين ان احنا عندنا حاجه اسمها تحليل السائل المنوي، وده هو الاساس في موضوع الخصوبه عند الرجال وامكانيه الانجاب. ده تحليل عشان تعمله لازم يبقى فيه 3 ايام قبل ما تعمل التحليل مفيش اي سائل منوي خرج منك عشان يطلع التحليل دقيق. تاني مجموعه تحاليل مهمه جدا اللي هي تحاليل هرمونات الذكوره، التستوستيرون، الفري والتوتال، عشان تطمن على المنظومه الذكوريه ومنظومه الهرمونات عندك كرجل. في بعض التحاليل الاخرى المضافه بنسميها تحاليل الاس تي دي بانل، او اللي هي تحاليل الامراض الجنسيه كلها، لان دي بتطمنك على نفسك. يبقى دي كده كل التحاليل اللي تتعمل ومن خلالها يقدر يعرف نسبه الخصوبه، هيخلف ولا مش هيخلف. فدي لازم تعملها كلها قبل ما تروح تخش على مشروع الجواز بتاعك.